يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكامل الصحة والعافية في احسن الاحوال. حبيت كده في اول الفيديو ارحب بكل الناس الجداد عندي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وطبعا الناس اللي قدام دولت اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق. وحابه اقول لكم في اول الفيديو ان انا بتعامل معاكم بكل تلقائيه. ويعلم ربنا انا مش بكون مجهزه كلام محدد للفيديو. حسب الفيديو ما بيكون قدامي انا ايه بتكلم معاكم، وممكن ايه اقول لكم معلومة في النص فيها استفادة او كده. فمش معنى ان انا كل فيديو مش بقول لكم انتوا اخواتي وحبايب قلبي وعيلتي التانية والكلام بقى اللي احنا عارفينه الجميل ده. لان اكيد الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب طبعا. ومش حابة ان انا اضيع الفيديو ايه في كلام ورغي على الفاضي. حابة بقدر الامكان ان احنا نفيد بعض مش اكتر. وطبعا ده ما يغنيش عن كلامي طبعا ليكم انكم طبعا اخواتي وحبايب قلبي وعيلتي التانية. وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، لان انتوا فعلا نعمة من النعم اللي ربنا من عليا بيها في الحياة طبعا. وزي ما قلت لكم انا بتعامل بكل تلقائية وبكل حب معاكم، وربنا عالم وشاهد ان انا عايزة افيدكم بقدر الامكان. فلو بتستفادي من الفيديو لو بمعلومة واحدة بس، يا ريت ما تنسيش اللايك. ولو انتي لسه مش مشتركة في القناة خدي لك جولة فيها. وعايزين عيلتنا كده تكبر باخواتنا واصحابنا وامهاتنا كده. وبإذن الله ثقة في ربنا ثم في حضراتكم إن القناة هتكبر وتوصل بدعم من ربنا أولا ثم بدعم من حضراتكم. وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. ويلا بينا ندخل على روتين النهاردة. وزي ما انتوا شايفين بقى التلاجة حالها لا يسر عدو ولا حبيب طبعا. أنا إيه طبعا عاملة لها روتينها الأسبوعي. كل اسبوع طبعا ايه بنضفها غير بقى التنظيف اليومي. واللي زي بقى في الصيف بالاخص التلاجات اللي هي توشيبا ديت بتعمل مية ايه في الحر. بتبص تلاقيها بتجيب مية ايه كده في الحر. فايه لازم كل يوم انا حاطة فيها فوطة كده كل يوم. بتتعصر في اليوم مرتين او حاجة باخدها اعصرها. علشان برضو المية غلط غلط جدا على التلاجة. وبتأثر عمرها وبتخلي البرومة تاكل فيها، فمش بحب اسيب فيها مية على طول. بطلعها ايه واشطف الفوطة ديت من مكان المية النازلة. وبمسح المية النازلة كلها وبرجع الفوطة مكانها. وكده هنضف التلاجة دي تنظيف عميق. طلعتها بقى. التنظيف العميق يا حبايبي بيبقى عبارة عن انك بتطلعي كل محتويات التلاجة وبتغسليها وبتنضفيها وبتعقميها. بس المرة دي في معلومات بقى ايه في التلاجة. ان مش لازم عشان تنضفي التلاجة تمسكيها هيكل التلاجة مثلا ايه بالمية بقى وتكبي وتشغلي خرطوم والدنيا دي كلها. ده بقى اللي بيخلي البرومة اصلا تدخل في التلاجة وتبدأ تتآكل معاكي. لان التلاجة ديت الهيكل بتاعها اصلا صاج. فبيبدأ يتآكل كده وتبصي بينزل منها قطع من الصاج كده. وبتبدأ بقى دخلت ايه انها تبوظ. وانتوا شايفين الايام دي بقى ايه طبعا الاسعار مش مستحملة ان احنا نجيب تلاجة دلوقتي. اقل تلاجة يوم ما تقولي انها يعني مش بفلوس ب15,000 جنيه. فحرام يعني. نضفي وخلي بالك من الحاجة بتاعتك وتابعيها. ولو بتتابعي الحاجة بانتظام على طول مش هتبقى محتاجة انك تكبي فيها مية وتبهدليها. انا بدأت اتخلص من اي حاجة كده في التلاجة وطلعت الرفف بقى ايه هبدأ اغسلها. طبعا الرفف بره كده ما فيش منها اي خطر. الخطر كله والبهدلة كلها في هيكل التلاجة ده اللي بيخلي البرومة توصل ايه للتلاجة. فهقول لكم على فكرة معايا النهاردة بإذن الله هنستعملها على طول. تبقى عندك على طول في أي وقت. طبعا زي ما بقول لكم ده التنظيف الشهري للتلاجة غير الأسبوعي. اللي هو بنفرز بقى قبل ما نجيب حاجة الأسبوع بتاعتنا بنفرز بقى ايه الحاجة اللي عندنا ونبدأ ايه نغسل التلاجة ونعقمها. والاستقبال بقى ايه الحاجة الجديدة اللي احنا لسه ايه هنشتريها او اللي هي عندنا.
ومش حابين بقى ندخلها ايه على التلاجة بوضع التلاجة ده، فبنبدأ ننضف التلاجة. طلعت كده الرفف وسائل مواعين عادي خالص، وعليه الخل بقى بيعقم وبينضف وبيخليهم زي الفل، ولو في اي روايح في الرفف بتضيع خالص. بدأت بقى ايه اغسلهم كده. إيه هو اصلا كان تحت المفارش هو اللي مش نظيف، قلت بقى بالمرة نطلع بقى ونغسلها غسلة ايه محترمة. من زمان ما شاركتش معاكم ايه اصلا غسيل التلاجة ده، فقلت ايه نعمله كده نتشجع مع بعضينا بقى. لو قومي بقى وشوفي تلاجتك قبل ما تجيبي الحاجة وتدخليها اعزكم الله على اتساخات او كده، شوفي التلاجة الأول ونضفيها علشان تدخلي الحاجة كده على نظافة. وكمان نظافة التلاجة كده بتحسي انها بتطول من عمر الحاجة فيها بصراحة. ونصايح بقى في التلاجة في الصيف ده، احنا بنزود بقى التايمر بتاع التلاجة، بنقلله مش بنزوده. يعني مثلا هي لو على 5 نزليها على 2، هتبصي تلاقي ايه الحرارة بتزيد معاي، بتبصي بقى بتلاقيها بتتلج اكتر معاكي وكويسة بالنسبة للحر اللي احنا فيه ده طبعا. وحسب نوع التلاجة معاكي طبعا، تلاجتي غير تلاجتك غير، في حاجات لسه موديلات جديدة فانا مش عارفة بيبقى استعمالها ازاي، بس ايه وكمان ما تحاوليش تضغطي التلاجة معاكي، يعني ما تحطيش حلل. الحلل ديت برضو بتقلل من تبريد التلاجة وبتسحب من تبريد التلاجة. إيه مثلا مفارش تقيلة، المفارش التقيلة زي القماش والحاجات ده برضو بيسحب من تبريد التلاجة فبيقلل تبريدها معاكي، فما بتكونش شغالة بالشكل الصحيح ليها. وممكن لا قدر الله بتبوظلك الاكل في التلاجة. يعني لما بتقومي مثلا ساعات تقولي ازاي الحاجة في التلاجة بتبوظ من ضغطة التلاجة او الحرارة مش مناسبة ايه في التلاجة كمان، ده بيبوظ الاكل كمان ايه في التلاجة. فأحسن حاجة انك تحفظي الاكل في علب، اي علب بلاستيك عندك بس تكون صحية، اهم شيء انها تكون صحية. بلاش الحاجات الملونة ديت، الحاجات الملونة ديت إيه برضو ما بتبقاش كويسة لحفظ الطعام. في حاجات بتكون قليلة في السعر بس برضو ايه صحية وكويسة معانا، ديت برضو ايه بتاخديها وانتوا مطمئنة كده بتحطي فيها الاكل وبتحفظيه في التلاجة وبكده عمره بيطول. زائد برضو بعيد عليكي انك برضو بتشوفي حرارة التلاجة، بتشوفي لازم تتابع حرارة التلاجة. الصيف مش زي الشتاء طبعا، وبالنسبة للحر اللي احنا فيه ده فلازم تلاحظيها على طول. في حاجات كده مش لازم تعدي عليكي في التلاجة، مش حاجة مش مخزن هي بتحطي فيها اكل وبتحطي فيها حاجات وبتضغطيها وعايزة في الاخر انها تديك افضل نتيجة. لا طبعا لازم في حاجات بتلاحظيها فيها. وكمان لازم تعلي زي ما بقولك حسب بقى ايه، حسب التلاجة معاكي الترموستات بتاعتها او التايمر بتظبطيه حسب التلاجة. وكمان عشان توصلي كمان الحرارة في الحر للأدراج اللي بتكون تحت ديت، بحيث ان الحاجات اللي تحت اللي بنسيبها بدون غسيل زي البتنجان والفلفل والخيار والكلام ده ايه ما تبص معانا كده. بعد ما خلصت بقى الرفف خالص حطيتها بقى ايه تتصفى بقى، لازم تتصفى. ولو ما تصفتش كويس معاكي بتمسكي فوطة وبتنشفيها كويس جدا بايه بتبدأي بقى ترديها مكانها. كده بقول لكم اهوت إيه البخاخ اللي معايا ده فيه مية بخل بسائل مواعين إيه بشوية من الكربوناتو او بيكنج صودا، لان في ناس مش بتعرف الكربوناتو هو ايه. الكربوناتو اللي هو البيكنج صودا اللي بيتحط ايه على الفلافل، هو ده البيكنج صودا. او ما عندكيش ممكن معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتقوم برضو بنفس المهمة. وبنبدأ بقى ايه نبخ كده وبفوطة، وبنبدأ بقى نمسح
والطريقة ديت برضو بتعقم وبتنضف وبتزيل اي بقع برضو في التلاجة، ومفيش اي ضرر منها. مش لازم تجيبي الليفة وتكبي مية، ده بيقلل من عمر التلاجة. فحاولي بقدر الامكان تحافظي على الاجهزة اللي عندك في الايام الصعبة دي زي ما قلت لكم. وطبعا انا بعيد مرة واتنين كده بروح واجي عليها. وكده الباب، بدأت بالباب نضفته وبقى زي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخل بقى على هيكل التلاجة برضو، نضفته بنفس الخلطة، نفس البخاخ اهوت معايا. وببدأ بقى اللي بين الرفوف، القطعة اللي بين الرفوف ديت برش عليها، بأكد عليها، لان في الحزوز ديت برضو بيكون كده إيه مكان ضغطة الرف عليها. وساعات بتبقى حاجات واقعة برضو من بين الرف، فلازم برضو نديها بخة محترمة كده عشان لو فيها اي حاجة ناشفة تدوب معانا. والخلطة ديت بأمانة بتنضف بتنضف بتنضف. ما تقوليش لا انا مش بستريح الا اذا جبت كده ورغيت فيها، لا، ده بيأثر من عمر التلاجة. كده بوريكم ان انا برضو رحت على التايمر كده ونزلته، هو كان على 3، نزلته ل2. ماشي. وبرضو بقول لكم حسب التلاجة معاكي، عشان ما تروحيش تعملي نفس حرارة تلاجتي وتبص تلاقيها مثلا لا مش نافعة عندك. حسب نوع التلاجة معاكي. كده اهو التنظيفة محترمة. شايفين بقى بين الحزوز والرفوف ديت برضو بروح واجي عليها كده زي ما انتوا شايفين ان بيبقى في حاجات واقعة من بين الرفوف، برضو لازم تتنضف كويس. وطبعا كل ما بتبشريها وبتنضفيها ده بيزود من عمرها كمان، وكمان مش بتبوظ الاكل فيها وبتبقى كويسة. ففي حاجات كده مش لازم تعدي عليكي، ملاحظات بسيطة كده، انك ممكن الايام دي في الحر ده تبص تلاقي ان التلاجة مش بالكفاءة الكافية، او مش بتبوظ الاكل او كده. فاول حاجة تدور عليها هي الحرارة، هل هي النسبة كويسة، التبريد بتاعها كويس، ولا عايزة مثلا تنزل شوية في التبريد. نظبط التايمر او الترموستات بتاعتها بحيث انها ما تبوظش الاكل معانا. دي قطعة كده ناشفة بس بروح واجي عليها برضو ومش هسيبها. جبت لها بقى الفرشة كده. المكان ده مكان طبعا الدرج بتاع التلاجة، شايفين نورت وبقت زي الفل. والقطعة الناشفة برضو طلعتها وكده بقت زي الفل ونضيفة معايا وجاهزة بقى لاستقبال مشتريات الاسبوع. طبعا الروتين ده انا بعمله اسبوعي، حتى لو مش بطلع الرفف وبغسلها، البخاخ ده معايا على طول. على طول بقى بنضف التلاجة واعملها نورت وبقت زي الفل معايا كده اهوت. هجيب بقى الحاجات اللي عندي ادخلها لحد تاني يوم لما اروح السوق بقى واجيب حاجات الاسبوع. كده اهوت دخلت الحاجات اللي مفروض تدخل التلاجة. والحاجات دي كانت في باب التلاجة، حسيت انها حمل على باب التلاجة مع ازايز المية وكده، فقلت احطها في الدرج كده عشان الا الباب يتخلع او كده، لان زي ما انتوا شايفين المية كمان محطوطة. والحاجات بتاعت مريان جبت منظم وحطيتها، جبت منظمات كده وحطيتها بحيث لو اي حاجة اتكبت او كده يبقى سهل ان انا اخد المنظم اغسله بدل ما اشيل الرف وكده. وكل حاجة ردت مكانها كده، والتلاجة بقت زي الفل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت، بالمنظر ده اهوت، ونورت وبقت زي الفل كده. ده كده تاني يوم لما رحت بقى السوق. كده مشتريات الاسبوع معايا. مش قادرة اوصف لكم بقى الاسعار بصراحة. الاسعار رايحة في مكان مش قادرة اوصف لكم، واخدة في وشها كده وطالعة محدش قادر يوقفها بصراحة.
مش قادرة اقول لكم الاسعار ايه. يعني لو معاكي 500 جنيه يوم السوق ده هتضيعيه خضار وفاكهة بس فقط لا غير، مش هتشتري ولا غدا ولا اي حاجة منه. جبت كده معايا فاكهة مانجا وعنب وكمثرى وتفاح وبرقوق، وكده جبت بامية وطماطم وبتنجان كده برضو ايه هبقى اخلله، وبطاطس. والاسعار البطاطس اللي رفعت فجأة والطماطم برضو رفعت فجأة، مش عارفة في ايه بالظبط ايه خلى الطماطم ترفع. ب... رغم ان الايام دي كنا بنفرز الطماطم وهي رخيصة، مش عارفة ايه وصلها ان الاتنين كيلو ب25 جنيه، مش عارفة. وبطاطا كده وايه وبصل طبعا، والبصل كمان اللي شادد مش راضي ينزل. الاسعار بصراحة ربنا يرحمنا، ان مش عارفة في ايه بالظبط في الاسعار ديت. إيه السوق اللي تقولي مثلا السوق الجاي هيكون ارخص، لا بيكون اغلى. التفاح المصري اللي كان ب5 جنيه ومعرفش بقى ب30 جنيه وب35، فلقيت ده ب30 جنيه، فقلت ده احسن، اللبناني ده احسن وافيد. والكمثرى ديت برضو كانت ب25، والبامية ب30، والبطاطس ديت ب10، والبتنجان كيلو ونص ب10، والبطاطا ب6 جنيه. والبصل كان بكام؟ البصل كان ب20، والبرقوق ب25، والعنب برضو ب25. ما عادش فيه عشرات بصراحة، ما عادش فيه عشرات، ال10 جنيه أصبحت ما بتجيبش حاجة. ال- البطاطس ديت برضو ايه آه، البطاطس ب10، والبتنجان كيلو ونص ب10. يعني في الأيام دي المفروض البتنجان يكون رخيص جدا، لأن خلاص أيام حصاده بيكون رخيص جدا، مش عارفة ايه مغليه بصراحة. وكده بقى ايه دخلت بقى ايه جبت الطبق ده، وطبعا الخل علشان التعقيم بقى في الصيف ده، وهبدأ بقى ايه اغسل كل الحاجات اللي عايزة تتغسل، كل الحاجات اللي عايزة تتغسل. وطبعا من بالليل المنظمات مغسولة والتلاجة مغسولة ونضيفة وزي الفل. وكده تدخلي الحاجة على نظافة، وتفضل التلاجة طول الأسبوع معاكي نضيفة. ويا ريت لو حاجة وقعت في التلاجة ما تقوليش مثلا أنا بكرة هنضفها أنا بعده هنضفها، لا، في وقتها على طول. هاتي البخاخ ده وبفوطة وامسحيها عشان هتلزق، وبعد كده ايه هتحيرك، فكده أحسن على طول. طبعا المية كانت نظيفة مكان التفاح، فقلت ايه الكمثرى كمان والمانجا برضو ايه بغسلها كده، لان ساعات بيكون عليها رمل كده، فهغسلها برضو. بوريها لكم، دي زبدية، النوع ده الزبدية اللي احنا اصلا بنفرزها، بس لسه بدري طبعا على التفريز لانها لسه ب25 وب30. لما ترخص بقى ايه شوية ان شاء الله هنفرزها مع بعضنا كده. والبرقوق برضو خلاص انا غسلته وكبيت المية ديت، وطبعا مش بشطف على طول، بسيب الخل برضو ايه مكان المية بخلي كده ايه ياخد ويدي معاه شوية، عشان لو في اي حاجة جراثيم ولا حاجة بقى مكان السوق والأتربة وكده ايه تتعقم وتنضف معايا. جبت بقى الفرشة ديت، حاولت الأول بالليفة، حسيت ان الليفة خشنة زيادة عن اللزوم، فهتخليه يبوظ ويتجرح معايا. فجبت الفرشة ديت وبدأت اغسله بقى ايه واحدة بواحدة كده، برضو بمية بخل. الخل بيعقم وبيخلي الخضار زي الفل معاك، ومطمئنة ان الحاجة معاكي الخضار والفاكهة ايه كويسة كده، يعني لو اولادك اكلوا منها ما تخافيش عليهم. كده اهوت الحاجة اللي بتكون ينفع ان انا اغسل مكانها بغسل مكانها. العنب بقى ايه بقطعه عناقيد صغيرة كده، بحيث اللي يسحب ايه ساعات لو سبتيه بتكون القطعة كبيرة، فبيكون اللي بياكل متضايق منها.
فبمسكها بالمقص كده. وبصراحة انا بحب مهما كان عناقيد كده ان انا افرفطه علشان ايه، احس انه اتغسل كويس كده اهوت. بحب ان انا افرفطه لان بيبقى فيه زي حاجات سمرة كده، فما ينفعش، ولازم يتغسل كويس، بالاخص العنب لازم يتغسل كويس جدا جدا جدا، لان بيبقى فيه حاجات كده ايه مش مستحبة. فاغسليه بقى ايه ونضفيه يبقى معاكي زي الفل. واولادك لو اكلوا منه تبقي مطمنة عليهم مش خايفة كده. بدأت ايه افرفط كده، كنت بقطع فيها والاخر لا رحت مفرفطاها كده، وبدأت اطلع من الكيس وافرفط علشان يبقى ايه كويس. هو كده كده احنا مش بناكل العنقود، فاحسن ان احنا ايه نفرفطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت. وهسيبه بقى منقوع، انا سيبته في الاخر علشان ايه انقعه، عشان معطلش نفسي على الطبق او كده، قلت ايه انقعه واسيبه لحد ما اشطف الحاجات التانية، ابقى ايه ارجع له ويبقى اتنقع شوية كويسين اهو. زي ما انتوا شايفين بعد ما قطعته بالعناقيد رجعت تاني ان انا افكه كده ايه من العناقيد معايا عشان يتغسل كويس كده. ايه الطماطم بوريها لكم هي ناشفة وزي الفل. الطماطم ديت كانت 2 ب25. تخيلوا بقى الأسعار، ان في عز الصيف اللي كنا بنفرز فيه اصلا الطماطم، بقت الطماطم بالأسعار ديت. مش عارفة في ايه بالظبط، ربنا يرحمنا من الغلاء كده اهوت. بدأت ايه اصفي المية ديت كده وبغسله مرة بقى في الشطيف مرة واتنين وتلاتة لحد ايه ما ينضف خالص معايا. وكده انا مطمئنة انه بقى زي الفل لانه كان منقوع في مية بخل كده اهوت. بدأت بقى ايه اشطف بقى الحاجة معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. حتى الكمثرى برضو مش عارفة فيها ايه، انها ب25 وب30 برضو. يعني يعتبر اللي كويس هو التفاح، لان التفاح المصري اصلا ب30 وما يتاكلش بامانة، يبقى ده احسن منه وافيد منه. شطفت كمان ايه المانجا كده والبرقوق وكل حاجة عايزة غسيل بغسلها. في حاجات ما بتكونش عايزة غسيل زي بتنجان ليمون طماطم كده، ديت ممكن تشيليها بدون غسيل. وايه وخدت البامية معايا برضو ايه هغسلها كده، هغسلها واسيبها ايه تنشف معايا، وبرضو هقمعها واسيبها معايا في التلاجة لان ايه انا هستعملها خلال الاسبوع. اسفة بقى ايه على الصوت ده مش بايديا لانه عندك جيران بصراحة. انا من ساعتها لو واخدين بالكم انا عمالة بتنقل بالتليفون بسبب الاصوات. احنا كده ده احنا لسه الساعة 8، فربنا يقويهم ويعانهم كده اهوت. الحاجات اللي جبتها ببدأ اصفيها من المية، بصفي كده المنظمات من المية، لان لو فضلت مية بصراحة هتبوظ ايه الحاجة معايا. البتنجان برضو ايه طلعته من الكيس لان في الحر ده إيه الاكياس بتعلق على الحاجة وبتبوظها معايا كده. بوريكم ان انا جايبة فيه احجام، يعني في اللي هسلقه واعمله مخلل، وفي اللي انا ايه هقليه في الزيت كده. وبعد ما دخلت بقى الحاجة في التلاجة سبت الحاجات دي للاخر بقى ايه، لانها بتفرفط طينة وبتعمل قشر والكلام ده كله. طبعا قصيت طبعا البصل من عروشه وحطيته كده في ايه في المنظم ده، والبطاطس وايه. وبرضو ما حبيتش اسيب البطاطا في الكيس يعرق عليها، جبتها برضو ايه وحاولت اشوف لها مكان زي ما انتوا شايفين كده. اخدت من البطاطس حطيت على البصل عشان ايه اعمل مكان للبطاطا. والبطاطا الايام دي جميلة بصراحة، هي غالية شوية بس حلوة بصراحة كده. ايه مسكت البامية بعد ما نشفت قمعتها كده وهحطها في علبة واشيلها في التلاجة، لان زي ما قلت لكم ان انا هستعملها خلال الاسبوع.
يعني لو ما كنتش هستعملها كنت بقى ايه هفرزها واشيلها منين ما عاوزها. والخطوة ديت برضو ايه بتسهل عليا في اليوم اللي انا ايه هطبخها فيه، انها خلاص كده اتغسلت وكمان اتقمعت كده واقفة على الطبخ مش اكتر. كده الحمد لله خلصت روتيني، ونخش بقى ايه على الغدا. غدا النهاردة بقى ايه حاجة لذيذة جدا جدا جدا، والكل بيحبها بقى ايه كبار وصغيرين. طبعا من كمية البصل ديت حد هيفكر انها ايه كشري مصري، لا مش كشري مصري، خليكم معايا وشوفوا هيكون ايه. كده حطيت مادة دهنية في الطاسة على النار، وحطيت كمية كده محترمة من البصل ورشة ملح ورشة سكر عشان نكرمل كده ايه معانا البصل ده يبقى مسكر كده ايه في الاكل معانا. كده اكيد بعض الناس بدأوا يفهموا احنا ايه هنتغدى ايه النهاردة. هسيبها بقى ايه على نار هادية كده. ده البرجر اللي كنت جايباه معاكم ايه في المشتريات كده اهوت. إيه ده كده كان عليه عرض 20% زي ما مكتوبة ايه على الكيس كده. طبعا ما حبيتش ايه احط مادة دهنية كتيرة، لان في ساعات برجر بينزل إيه دهون كتير. بس بصراحة ده كان كويس ومش بيكش كده، لا مش بيكش، حتى لو لاحظتوا انه مش بيكش قوي. في حاجات بتنزل بتكون عبارة عن دهون، بتنزل كل الدهون اللي فيها، وتبص تلاقي ان قطعة البرجر معاكي ما فيهاش. طبعا ده صوص البرجر جبته، وعيش كايزر بقى ايه، وده البصل المكرمل وطماطم وخيار كده. واللي على وش البرجر ده جبنة رومي. جبنة رومي كنت بحطها على الوش كده ايه تسيح وهي لسه ايه في الطاسة. وبحط برضو ايه في السندوتش معايا كده اهوت بدل الجبنة الشيدر. حابة تجيبي شيدر عادي مفيش اي مشكلة، بس الرومي برضو حلوة لان اسعار الشيدر بصراحة عدت هي كمان. ومخلل كده وحاجة ساقعة، والحمد لله كانت أكلة جميلة جدا، وكان النور طافي أصلا. ولو فيديو النهاردة عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. سلام.